حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله تقبل لينا هاد الكوموند. عندي مرجان، لا ديستيناسيون هي مرجان حسني. وي قبلاتها والله تا قبلاتها. فيديو جديد فيه نجاح صغير كيف شفتوا، واللي ما عزيزش عليا هادشي ديال التشويق والاثاره وصداع الراس. نعم، واخيرا درت الكوموند الاولى ديالي في اندرايف وتخطيت عقده الزيرو طلب حتى الاسم ديالي. ولكن قبل من هاد الترومبلان اللي هو معنوي فقط، بغيت نديكم معايا لواحد السبوت كنمشي ليه دائما بيكالا، واليوم غادي نمشي ليه مع مسعود لاول مره. وهي نيت فرصه نخرجكم من عالم الشوارع والكلاكسونات والحيوطه. والصراحه السبب الرئيسي لهاد الرحله الصغيره هو انني حاس شويه بالذنب من جهتكم، يعني اني دخلتكم معايا في حاله الترقب والانتظار وخيبه الامل اللي كنعيشها، واللي والله العظيم تدايزه. ودابا كاين احتمال اكبر انها غدوز بالسند ديالكم المعنوي، واللي هو الاساس اصلا للانشاء هذه القناه في اليوتيوب. اما سندكم المادي، وخصوصا الخوت اللي طلبوا مني الريب باش يرسلوا لي دعم مادي، كنقول لهم راكم من دار الجود والكرم، لكن اقسم بالله حتى الحاله مستوره، وكاين اللي محتاج لهذا الدعم المادي اكثر مني انا. وانا عندي يقين في الله عز وجل ان هذه الطريقه تفتح لي بيبان ما كنتش شايفهم من قبل. ودرجه درجه حنا طالعين شويه ليا. ربحنا محبه النفوس اللي ما سهلاش، فراه عادي ربح الفلوس جاي ان شاء الله. حاجه اخرى تعطي قيمه سببيه لوجود هذه القناه، وانني باغي نجرب بزاف ديال الافكار باش ما نبقاش محصور في خدمات توصيل الاكل والبضائع. باغي نجرب التجاره، كيفاش ننقل منتوج الرابح وكيفاش نشري من المصدر ديالو باش يطلع لي رخص. باغي نجرب انشاء موقع الكتروني نبدا نبيع فيه المنتوجات ديالي. باغي نجرب كذلك فكره البحث في سوق المستعمل على الجواهر النادره بحكم تجربتي المتواضعه في عالم الاجهزه الالكترونيه، ونعاود نبيعها بالافضل، وكبدايه نحط فيسبوك ماركت. والقيمه ديال هذه الافكار اللي كثير منهم جايين من التعاليق عندي في القناه هو بانني نجربهم ونعرف اسرارهم ونحط تجربتي في الواقع، باش الشباب اللي كيتبع القناه ولا اللي يطلع عنده الفيديو بالصدفه يستافد من تجربتي واخا ما تنجحش. انا وعدي لكم امام الله انني ما نخبي عليكم حتى حاجه. الفكره اللي غتربحني درهم غنقسمها معكم، المهم تكون قانونيه وحلالا طيبا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهكا بغيت القناه هذا البعد الانساني اللي بدا كينقرض في عالم السوشيال ميديا وفي هذا العالم التنافسي البئيس. كما العاده رحنا اونلاين وجربنا سبور جديد دابا اللي هو ضرب وعزه. مسعود هنا خلينا هنا سديناه او سدينا غير اللوك حيت جاو زياره. هاد السبوت ديال المارينا عزيز عليا بزاف، حيت كيتجمع فيه البحر مع منظر الفلايك وانعكاس ضوء الشمس. لكن هذا المكان الجميل فقد ميزة الهدوء مؤخرا، ومع الاسف فقد حتى النظافه، والله يديم خلق. هنا فين كنجيب البيكالا ونقطع مسافه 50 كيلومتر ذهابا وايابا باش نشم هواء نقي ونعنق البحر. ودابا غادي نولي ان شاء الله نجي اكثر، حيت كاين مسعود اللي غادي يختصر عليا الوقت والمجهود.
نعمرو البراد ديالاتي ان شاء الله، ونمشيو نديرو واحد الدورة في الموطور في اندرايف لعل وعسى نديرو لا بروميير كورس ديالنا. ما كنديرش لي كورس بالليل، هاد المرة غادي نجرب الكورس بالليل. ما كنتي مصدعانة ما كنت مصدعانة. نشربو هاد الكويس ان شاء الله ونمشيو نديرو واحد الدورة لعل وعسى نجيبو اول كورس باذن الله. بما انني قررت نخرج بالليل فيكون من الضروري انني نخرج بشي حاجه سخونه، وبصراحه ما لقيتش محسن من هاد الشلابه، سورتو انها غتحميني شويه من البرد ديال رجلي. ما عنديش الكوفر لحد الساعه ديال الموتور ديال رجلي، ما خديتوش. وتوكلت على الله ودرت ليسانس وخرجت في جوله بالليل، وهي من المرات القليله اللي نخرج فيها بالليل. فايت لي جربت الخدمه في هاد التوقيت ولقيت نفس النتيجه، طلبات شبه منعدمه واللي كيطلع عندي ما كيقبلنيش. حاجه واحده مغيره مقارنه مع النهار هي السم ديال البرد. والصراحه لو كانت الخدمه محركه كنت اكيد غادي نصبر ونلبس مزيان ونخرج يوميا نقلب على رزقي، مع تحيه احترام وتقدير لكاع الدراري اللي خدامين في الليبريزون في هاد السميقلي. ليسانس في المغرب اغلى من بعض الدول الافريقيه الفقيره مع الاسف. وصلاه العشاء باقي لها تقريبا شي 10 دقائق، ود ان شاء الله نمشيو نصليو ويحن الله ديك الساعه. حنا باقيين الله كريم، زيرو كوموند، ها هو كيدور عا كضيع في الكونيكسيون. مسعود استودعنا الله ونمشيو ندخلو للجامع ان شاء الله. الاحساس بالبرد كان مغطي على اي تفاؤل وايجابيه، والصراحه في هاد الظروف وفوق موطور احسن حاجه تتوقعها هو ترجع للدار وتشد شي فيلم اكثر من انك تحصل على كوموند اللي اصلا عمرك حصلتي عليها. لكن غنسمع صوت نوتيفيكاسيون مألوف ومرغوب بزاف اللي غادي يعطيني امل باللي كاينه فرصه في هاد السميقلي اللي باغي انا نهرب منه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله تقبل لينا هاد الكوموند. عندي مرجان، لا ديستيناسيون هي مرجان حساني. وي قبلاتها والله حتى قبلاتها. كاتبين شنو عندي بيكي، غندير بيكاب فين قريب مني شويه، غنشوف قريب. المهم نوافيكم بالجديد ان شاء الله. ودابا السباق مع الزمن، حيت كانوا عاطيني فقط 2 دقائق ونص باش نوصل نستلم الامانه اللي غنوصل. وسمحوا لي الخوت، ما كانش عندي وقت نجبد التليفون ونصور، لكن مع ذلك قدرت نخطف شي لقطات ارتجاليه. انا قربت غالبا في الزنقه اللي موراها، يعني في الزنقه اللي مورا هذه غنوصل ديستيناسيون باش ما نتعطلش على السيده. ديستيناسيون فينال مرجان حساني قريب ليا، وفي نفس الوقت كنعرفو مزيان ما احتاجش النافيغاسيون. دونك غنمشي ديريكت دابا ان شاء الله باش ما نتعطلش على الكليون. غنوصل الديستيناسيون ديالي الخوت. غنشوفو واش لداخل ولا يعني برا ولا هنا في. غنحاول دابا نتصل بالسيده. لحسن حظي ان الامانه كانت صغيره واللي هي عباره عن شيك، لانه لو كانت الشحنه كبيره كنت غادي نتكربس معاها، ويمكن الزبونه ما تقبلش انني نديها حيت ما عنديش بوكس ديال ليفريزون. مبروك مسعود، اول ديليفري. مبروك مسعود، يا جوي مسعود، اول ديليفري في برجان حساني. بقاو تفكروا ان شاء الله. وشديت طريق العوده للدار بطعم النصر، وهذا النصر اللي ممكن ما ربحتش فيه شي حاجه ماديه كبيره. 21 درهم اللي هي ثمن التوصيله، حيدوا منها الكوميسيون ديال التطبيق اللي هي تقريبا 10% واللي جات تقريبا شي 2 دراهم، وحيدوا منها 5 دراهم ديال ليسانس تقريبا، يعني هامش ربح ديال 14 درهم. الحمد لله على فضل الله. لكن كيف ما لاحظتوا هذا العمل معتمد بالاساس على عدد الطلبات، يعني شحال ما درتي عدد الطلبات في النهار شحال ما غتربح. واللي كيسول كيفاش التطبيق كياخذ الكوميسيون ديالو، علما ان السيده خلصاتني بالكاش كينقصوا لي 2 دراهم من البالونس، والطلب الجاي تنكون ممنوع نقبلو حتى نعطيهم رزقه. يعني كتكون مضطر تشحن حسابك في التطبيق، يا اما عن طريق وكالات وفاكاش ولا بالبطاقه البنكيه.
واقل مبلغ ممكن تشحنه هو 20 درهم. يعني ممكن نقولوا عمليا الطلب الاول اللي حصلت عليه طلع عليا بالخساره، حيت كنت مضطر نشحن 20 درهم اللي ربحتها، ولكن ربحت بالمورال والثقه. وكيف ما لاحظتوا في البالونس ديالي هادشي عطاني نقاط بونيس باش نطلع للناس اكثر. وكنبشركم باللي خديت 2 طلبات اخرين اثناء المونتاج ديال هذا الفيديو، ووصلت لحاجز 3 طلبات عندي لحد ساعه. لكن هذا التغيير الايجابي في الاحصائيات ما حسيتش به يغير شي حاجه في عدد الطلبات ولا فرص قبول الطلب من الزبناء، لكن هو خطوه اولى نحو كسب المزيد من الثقه والتجربه. وكيف قلت في بدايه الفيديو غادي ان شاء الله نجرب افكار جديده اللي بعاد على خدمات التوصيل، وغنطلب منكم ما تبخلوش عليا باي فكره كتشوفوها ممكن تعطيني فرص واعده. كنقرا جميع التعاليق واخا راهم تبارك الله كثير، وبحكم انني يا اما خارج كندور فوق الموتور يا اما خاشي راسي في البيسي ما تيكونش عندي مجال نجاوب على كاع التعاليق، وهذه فرصه نعتذر من الخوت اللي ما جاوبتهمش. يعني المشكله مش في المصاري نفسها، يعني شوف ربنا كيف بوصف سيدنا سليمان عليه السلام وسيدنا ايوب عليه السلام نفس الوصف، وهون سيدنا سليمان الله اعطاله كل الدنيا، سخر له الدنيا كلها، فايش بقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ايه نعم العبد؟ طب نفس الوصف يصف لسيدنا ايوب عليه السلام، وما كان عنده من الاسباب وابتلاه رب العالمين، ايش قال له؟ قال انا وجدناه صابرا نعم العبد. في نهايه هذا الفيديو كان جد الامتنان ديالي لكم، هاد الدعم والدعوات والتحفيز الجميل فوق راسي الى يوم البعث. احبكم في الله خوتي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تبركوا على داك الزر اللي كيساهم في صعود اي فيديو في اليوتيوب، واللي مازال ما اشتركش مرحبا به في هذه القناه المتواضعه.